الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. ردا يا جماعة على الذين أنكروا ظهور المهدي وزعموا أنه خرافة، حيث استدلوا على ذلك بأمرين كما زعموا. الأول قالوا أن الشيعة لهم مهدي وأن السنة لهم مهدي. الثاني قالوا أن أحاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم. قلت بإذن الله جل وعلا الحقيقة أن كل الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي كثيرة، مرة ثانية كثيرة، وهي تفيد التواتر والعلم القطعي والإيمان الاعتقادي كما هو مدون في كتب العقائد. وبالنسبة لورود وذكر المهدي في الصحيحين فهو ثابت يا جماعة. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، الشاهد وإمامكم منكم، هذا هو الشاهد. الحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 3449، وفي مسلم يعني في صحيح مسلم برقم 155، وفي صحيح مسلم أيضا برقم 156 عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. الشاهد: فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله لهذه الأمة. والذي يضحك ويبكي في آن واحد أن الكثير من هؤلاء طعنوا في البخاري وفي شيوخه، والآن يقولون إنه لا يوجد له ذكر في البخاري. أمر مضحك مبكي. وقلت بإذن الله جل وعلا حتى يكون الأمر واضحا إنني أرد على الدكتور عدنان إبراهيم، على الدكتور محمد هداية، على مجموعة أيضا معروفة بانتمائها لجهة ما، أرد عليهم جميعا بكل أدب واحترام. وحسبي أن أرد على النقطة الثانية بقوة، ألا وهي أنهم قالوا يعني أن الشيعة يقولون أن لهم مهدي والسنة بيقولوا أن لهم مهدي، وهذه يعني تبين بقى أن الأمر ده خرافة. اسمعوا وعوا واحكموا بإذن الله. تعال يا شيخ محمد، السنة بيقول لك احنا عندنا مهدي، الشيعة على دينهم بيقول لك احنا عندنا مهدي. صحيح. طب نشوف الحقيقة. تعال نبص على المهدي بتاع السنة. بس في نقطة مهمة جدا. اتفضل دكتور. احنا هخلي كلامي ده مقيد جدا ومضبوط جدا ومرتب جدا لسبب. اتفضل. على اساس الامراض النفسية اللي مالية البشر دلوقتي تخف شوية، تخف. يعني انا شفت تلاقي الواحد لحيه كده وكثه وبتاع ويعمل لك على اليوتيوب ان المهدي خلاص ولد يا راجل اقعد، انت متخلف. مش معنى لك لحيه يبقى انك من اهل العلم، لا 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 لا، بالعكس انت متخلف، يعني مش جاهل بس متخلف، لانك اضحكت علينا الامم الاخرى. خلي بالك يا استاذ محمد. دكتور اتفضل. البعض برضه بينظر الى الاحداث اللي بتحصل في الجزيره العربيه في بلاد الحجاز يقول لك خلاص يبقى اتولد بسبب اللي بيحصل. ياما الامه شهدت اكثر من ذلك بكثير. الامه دي منذ غابت عنها شريعة الإسلام محترم قاعدة تتخبط في أكثر من ذلك، في الدماء، في الكراهية، في القتال، في يعني غياب الشريعة عن الأمة. طبعا بسبب الأمة دي يا أستاذ محمد هي عايشة على عقيدتها. والعقيدة الصحيحة في الصدور تصنع الأعاجيب. ولذلك مرة أخرى العقيدة الصحيحة في الصدور تصنع الأعاجيب. نعم. وهذه الأمة ما انتصرت يوما ما لا بسلاح ولا بكم ولا بعدد ولا بحد ولا بحديد، ولكن ما انتصرت إلا بعقيدة التوحيد. وراجع في ذلك التاريخ ما انتصرت على الإطلاق إلا بعقيدة التوحيد. ومذ تركت عقيدة التوحيد تطبيقا عمليا وتركت الشريعة الإسلامية إلا وهي تتخبط. ليه؟ لأنها لا هي اتجهت إلى الدنيا وأخذت بأسباب الوصول والترقي والتقدم، وبالتالي تستطيع أن تستغنى عن العقيدة مثلا أحسنت الله يبارك فيك وتنحو هذا المنحى.
ولا هي مع احترامي أخذت بالدين على الإطلاق وأقامت به أمة. ولذلك زي اللي بيقولوا إيه، راست على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت شافوها. هي دي الأمة دي. خدت لحضرتك إزاي؟ لا حصلت دنيا ولا حصلت دينا، لا حصلت دنيا ولا حصلت دينا. ولذلك أنا بقولها لك كلمة، الأمة الآن قاعدة تعيش في الخرافات. مرة هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي من كام سنة كده، واحد جه يدعي له المهدي ودخل ازاي من الأمن وكان ده دخل وجه قناة الرحمة. أنا كنت بسجل جوه، هو قبل الشيخ حسان خارج من الحلقة، فبقول له أنا المهدي عشان تبايعوني وكيت. قال له انبسط، اقعد وانبسط، الشيخ الزوبي جوه اهو هيخرج لك دلوقتي، الأمور هتتظبط معاك تماما. الشيخ مش شيخ، قال له الشيخ الزوبي جوه، لا وجاري وقام ماشي من مدينه الانتاج الاعلامي. لا هي بقول لك امراض نفسيه، امراض مش حقائق على الاطلاق. ولذلك انا عايز الناس تفهم، عشان ايه؟ مش كل ما نكتب المهدي خرج خلاص مشاهده بالملايين. الناس بسيطه جدا. واحده شافت ان في قمر كت وسقط في كذا، الشيخ قال لها جيت، لا بطلوا الدجل ده بقى. تعال نقف على الحقيقه. المهدي ده اسمه ايه يا استاذ محمد؟ نرجع للاسم. نعم. محمد بن عبد الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما احنا هنقصر لكل حاجه. اسمه الاول محمد بن عبد الله. من ذريه مين؟ من ذريه فاطمه رضي الله عنها وارضاها. من ولد مين؟ من ولد الحسن بن علي. نعم. يبقى نخلينا ايه، مرتبين جدا. الاسم محمد بن عبد الله. من ذريه مين؟ من ذريه فاطمه. من ولد مين؟ من ولد الحسن مش من ولد الحسين. يبقى وقفنا على كده يا استاذ محمد. طيب في نقطه، امره المهدي منا أهل البيت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت يصلح الله في ليلة، عند الإمام أحمد في مسنده وعند ابن ماجه في سننه. يعني إيه يصلح الله في ليلة يا أستاذ محمد؟ يعني معناها إن يتوب عليه ويوفقه ويهديه ويرشده بعد إذ لم يكن كذلك. نعم. يعني كان إنسان عادي خالص، شاب طبيعي عادي، شايف شبابه زي أي شاب طبيعي خالص. في يوم وليله كده يصلح الله في ليله. ربنا بيتوب عليه ويرشده ويلهمه وكده ويوفقه. خلاص هو ده محمد بن عبد الله. خلي بالك، الدليل على انه من ذريه فاطمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمه. المهدي من عترتي من ولد فاطمه. الحديث فين؟ عند ابي داود في سننه وعند ابن ماجه ومرتبه الحديث صحيح. خلي بالك، المهدي زي ما قلت لحضرتك الاسم بتاعه ما ينفعش تقول لي محمد العسكري زي ما الشعب بيقولوا، ولا اللي بيطلع لك اسمه فلان ولا فلان ولا الجهيمان ولا الكلام ده على الاطلاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تذهب او لا تنقضي الدنيا، متن لا تذهب الدنيا او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل فعل مؤخر. نعم. العرب مفعول مقدم. حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يبقى الاسم ايه؟ على اسم سيدنا النبي. ايوه. واسم ابيه اسم ابي. يواطئ اسم ابيه اسم ابي. نعم. يبقى اسمه ايه هنا بقى؟ محمد بن عبد الله. ابن عبد الله. الحديث عند الامام احمد في مسنده، عند الترمذي طبعا في سننه، عند ابي داود ايضا في سننه. خلي بالك من حته مهمه جدا، الصفه بتاعه حتى عشان افهم الشكل بتاعه ايه. خدت حضرتك؟ شاب طبيعي خالص، لكن اجل الجبهه اقنى الانف. خلي بالك من الحته الثانيه، اجل الجبهه اقنى الانف. يعني ايه اجل الجبهه؟ يعني انحسر شعره عن جبهته، يعني الشعر راجع الحته دي فاضيه. خدت حضرتك ازاي؟ نعم. يعني شعره مش تقيل ماسك من هنا، لا الحته دي فاضيه يعني كده. كأن هناك مقدمه صلع مثلا. بنقول عليها ايه؟ الجلحه. ليه مقدمه الصلع. نعم. خدت بالك اللي قدام دي. خدت حضرتك ازاي؟ نعم. يعني ايه اقنى الانف يا استاذ محمد؟ يعني فيه طول ورقه ارنبه الانف، طول ورقه ارنبه الانف. يعني معناها ايه؟ فحدب في الوسط، فحدب في الوسط. خدت حضرتك ازاي؟ ده الشكل بتاع مين؟ محمد نعم. ابن عبد الله اللي هو المهدي. خدت حضرتك ازاي؟ طيب فين الاوصاف دي؟ من حديث ابي سعيد الخدري عند الامام الحاكم في المستدرك وعند ابي داود في المسند. تمام. والحديث مرتبطه صحيح. هذا التأصيل. تمام. تأصيل عشان مش كلمه بس حد ينقش فيها بعدين. طيب مكان خروجه فين؟ له جاي من مصر زي ما بيقولوا، ولا هو جاي من هنا ولا جاي من تركيا ولا جاي، لا مش كلام ده على الاطلاق. تعال نشوف مكان الخروج يا استاذ محمد. من قبل المشرق. من قبل المشرق. من قبل وخلي بالك من حاجه، اما بنقول من قبل المشرق ما بنقفش كده، لا اما بنقول جاي من قبل المشرق، لا يبعث على اختلاف بين الناس. في اختلاف الناس مش طايقه بعضها، الناس كارهه بعضها، الناس بتسوء الظن يعني صورة سوء وصورة خاتمة بالكلية. عند الامام احمد في المسند الحديث. نعم. يبعث على اختلاف بين الناس. يعني ايه يا استاذ محمد؟ المنطقه احنا ديننا واحد،
ربنا واحد، قبلتنا واحدة، النبي الختم واحد صلى الله عليه وسلم، وتجدنا زي الغنم. ده بيبدع ده، وده بيفسق ده، وده بيكفر ده، وده مش قابل ده، هذا موجود دكتور، وده بيدعي انه اشتراكي، وده بيدعي انه علماني، نعم. وده بيدعي انه ليبرالي، ولا واحد ما فيش على قلب على الاطلاق. اختلاف بيننا في كل شيء. يعني هذه الصورة الموجودة دكتور تكون أكثر بكثير من ذلك. مثال رغم ما بين اليهود من اختلافات عقدية. خدت بالك حضرتك ازاي؟ عقدية ورغم ان مش كلهم يهود لكن على قلب واحد الان. ما بين الاتحاد الاوروبي لكن على قلب واحد الان. حتى ما بين البوذيين على قلب واحد الان. على الاقل المصلحة تجمع. اما بالنسبة للمسلمين السنة يعني شوف يا مولانا، انا قلتها قبل كده، لو واحد طلع مصلح الوقت في الامة شيخ كبير السن وعايز يجمع ابناء الامة بعدد شعر رأسه، إن كان أصلع يبقى بعدد شعر صدره وما في جسمه، هيصنف بقى. وإيه بالمتناقضات؟ نعم. هيتقال مرة مدخلي، هيتقال مرة مخرجي، هيتقال خوارج، هيتقال تكفيري، هيتقال مرجئ، هيتقال متشدد، هيتقال شوف يا مولانا، وفي الآخر عميل. وفي الآخر عميل. نعم. هذه الأمة الفاشلة بكل المقاييس. ليه؟ لأن نفسي الظن في نفسها. نعم. والعياذ بالله بقى ثقافة شعوب، مش دين، لا ثقافة شعوب. العمالة والتخوين أمر أصبح ودي اللي الاستعمار زرعوا فينا. وبعض الحكام الطغاة خلونا بقينا بهذه الصورة الفاشلة من باب فرق تسد. خلي بالك يا محمد، اما بيقول هياتي من قبل المشرق ومعاه رايات سود، مش بتاعت الدواعش. ما هو الدواعش يا مولانا بيحب يقلد لك يعني اصل السنه. نعم. ويجيب لك بقى رايه النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل كانه كل شوف يا مولانا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. ده بيدعي وده بيدعي. انما الرايات السود ما تبقاش الدواعش. الدواعش دول والعياذ بالله مجموعه من الخونه المجرمين. نعم. لكن دول ناس على نهج اهل السنه والجماعه، بايعوه واتوا. جايين فين؟ والدور ملحمه شديده فين؟ نعم. على بلاد الحرمين، على ارض الجزيره العربيه، على بلاد الحجاز. ساعتها في علامه معينه، في علامه معينه اللي هي ايه؟ في 3 اولاد خليفه بيتقاتلوا مع بعض. 3 اولاد خليفه على كنز، يعني اما على جاه، اما على ثروه، اما على كيت. وده عايز يتملك وده عايز يتملك. هل ممكن يكون مثلا دكتور على ارض، على بترول؟ هل كل حاجه جائز؟ كل حاجه ممكن. على الملك. خدت بالك حضرتك ازاي؟ نعم. ال3 اولاد خليفه، 3 اولاد خليفه وبيطحنوا في بعض، وما فيش واحد هيحصل اي شيء لان هيطحنوا من المهدي واللي جاي، ويبايع المهدي الركن والمقام كما في الحديث الصحيح. خلي بالك يا استاذ محمد، عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفه، كلهم ابن خليفه. ثم لا يصير الى واحد منهم. لا ده اللي بيتقاتلوا عليه سواء كان جه او كنز او ينتصر احد. لا ده هينال اللي عايزه، ولا ده هينال ولا ده هينال. ثم تطلع الرايات السود، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. الحديث طبعا مرتبطه صحيح عند الامام الحاكم في المستدرك، وعند ابن ماجه في السنن، وعند ابن ماجه في السنن. ولذلك ما قلتلكش ده هو جاي من المدينه ولا جاي من مكه ولا جاي من القاهره ولا جاي، لا ده جاي من قبل المشرق. لكن هو في الاصل هو منسب من ذريه الحسن، من اولاد الحسن، من ذريه فاطمه. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك انا بقول لك هيجي في وقت ايه؟ زي ما انت ذكرت في البدايه، امتلأت الارض ارض المسلمين، انما ارض الغرب لا فيها عدل علينا مليون مره. مليون مره. لان احنا ما بنطبقش اي شرع ولا دين ولا، ده بالعكس، ده احنا الغرب دلوقتي قاعد يضحك علينا. شوف، تكون الارض قد ملئت ظلما وجورا. ما قالش ظلما بس، ظلما وجورا. الواقع ده قريب لها، الواقع اللي احنا فيه ده قريب طبعا، لان واقع الامه ما في ازرى ولا اردأ ولا اسوأ ولا افشل ولا اي شيء سلبي من اللي احنا عايشينه. الا يدل هذا قرب الواقع على قرب الظهور؟ نعم قرب، لكن على الاطلاق ما بنقولش ان الامارات مجتمعه الانحاء على الاطلاق. لان شوف، اول حاجه قلتها لك ملئ ظلما وجورا، ماشي. اقتتال 3 كلهم ابن خليفه لسه انت ما شفتهاش. نعم. خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. طيب النقطه اللي انا قلتها لك قبل كده، الله يبارك في عمرك، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان هذا الرجل هياتي من قبل المشرق ومعاه رايات سود. والاسم محمد عبد الله. نعم. ودي لسه على الاطلاق ما ظهرتش. ولا جه حد معاه رايات سود من قبل المشرق واتجه الى ارض الحجاز الى اخر هذه الامور. معايا يا استاذ محمد؟ نعم دكتور. المده اللي هيمكثها مع الناس بعد اذ اصلحه الله جل وعلا قيل 7 وقيل 8، والصواب
في كثرة الأحاديث التي تواترت معنا في ذلك 7 سنين، ولذلك يعيش 7 أو 8 يعني حججا. نعم. ده عند الإمام الحاكم في المستدرك. الثانية يملك 7 سنين، ده عند الإمام الحاكم في المستدرك وعند أبي داود في سننه. خلاصة المسألة هذا أمر المهدي فين؟ نعم. عند مين؟ عند السنة. أهل السنة. نعم. لو عايز عند الشيعة أقول لك بعد الشيعة. طب دكتور نتعرف على الشيعة يعني ما قلنا طيب الشيعة بقى العسكري دين تاني خالص. نعم. اما المهدي بتاعهم دي مش موجود. مش موجود، مفيش مهدي اصلا. نعم. وبينتظروا المؤاخذه الوهم. الوهم. خلي بالك، المهدي بتاع الشيعه مش زي ما النبي قال على الاطلاق. صلى الله عليه وسلم. لا، القضيه ايه بقى؟ زعموا ان الحسن بن علي العسكري كان له ولد. زعموا ان الحسن بن علي خلي بالك في الاسم كده، الحسن بن علي العسكري قالوا كان له ولد. الولد ده اختفى في السرداب وعنده كم سنه؟ 5 سنين. نعم. قالوا كده، قالوا ما احناش هكذا قالوا، يعني احنا كنا قالوا. نعم. اختفى في السرداب ايه؟ سامراء بتاع العراق. بتاع ايه؟ العراق. اسمها سامراء. اختفى في السرداب بتاع سامراء وعنده 5 سنوات. طب وبعدين؟ قالوا لا يموت، هيفضل عايش في السرداب. في السرداب. امال ايه؟ ده وحش سرداب. لغايه ما يخرج ويجرد السيف ويقتل كلية العرب ما عدا الشعب بتوعته. كلية العرب. انت لو جات كتاب البحار الانوار والكلام ده تلاقي بقى حتى الحرمين يقول لك هيزيل الا يعد هذا زرعا للكراهيه دكتور؟ وتناقض للكراهيه والعنصريه ده زرعا لجرائم الحرب والاباده البشريه والانسانيه وكل حاجه. ده بقول لك ده حتى يطلع الاموات، يقول لك هيجي يطلع ابا بكر من قبره ويطلع عمر ويطلع عائشه ويجلد. حاجات تخريف، امور عجزت عنها افلام الخيال العلمي في امريكا وفي هذه الاماكن. لسه الهند ما وصلت لهاش. خلي بالك من عامل دي. يبقى عشان الناس تبقى مركزه معانا في الماده العلميه، زعموا ان ايمين يا مولانا الحسن ابن علي العسكري له ولد. والولد ده اختفى في السرداب وعنده كم سنه؟ 5 سنين. السرداب ايه؟ سامراء في العراق. نعم. وانه عايش ما بيموتش وهيطلع في الاخر معاه سيف هيقتل كل العرب ويجيب يسيب الشعب بتاعته، واي حد سن على ظهر الارض هيخلص عليه. ويهد الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، ويخرج ابا بكر وعمر كيف ويحرق الجثث ويطلع عائشه ويجد الى اخر التخاريف اللي لسه ما جاتش في افلام هوليوود. نعم. طيب خلي بالك من حاجه ثانيه، عندهم ليله عشان المهدي ده اسمها ليله التوسل وليله الاربعاء. يروح الحسينيه بقى يا مولانا ويصرخ بقى يا مهدي نحن جنودك ايدنا انصرنا نحن ننتظرك. منتظر. نعم. نحن ننتظر. بيعمل العبيط بتاع لبنان ده، جنوب لبنان والمجموعه دي. طب خلي بالك. نعم. في عندي حاجه بقى في معتقد هؤلاء في المهدي. اعتقدوا قديما بوجود 4 سفراء. السفراء دول بينهم وبين مين؟ اللي في السرداب. نعم. بقول لك السرداب موجود. يعني يتواصلون مع المسردب. يعملوا ايه بقى؟ يقول لك يلا يا جماعه اللي عنده شكوى واللي عنده خطاب واللي عنده هديه واللي عنده فلوس وعايز يبعتها للي عجل الله فرجه يلا. تروح بقى الاموال. نعم. والهدايا والشكاوى جنبها، واللي عايزه تتجوز ما تتجوزش، واللي عيان واللي مريض واللي كيف يبعت. يعني تجاره بالدين ولعب عقول الناس وعقول العامه وعقول البسطاء. نعم. ما فيش دين والسرداب. يا راجل خدني السرداب وانا اجيب لك السرداب من قرار، مش هتطلع بتاع عنكبوت بتاع حجره بتاع كلام من ده. المهم خلاصته يا شيخ محمد الفتره دي سموها ايه بقى؟ خلي بالك دي ال4 سفراء دول كان اخرهم يا شيخ محمد سنه كام؟ 329 هجريه. خلي بالك من الحته دي. طبعا الخطابات راحت والاموال والكلام ده كله. لما اتفقست واتفضحت وقفوها عند كده بقى يا شيخ محمد. وقفوها عند ايه؟ وسموا دي الغيبه الصغرى. الغيبه بتاع الايمان بس الغيبه الصغرى. نعم. بعد كده قال لك بقى دخلنا في الغيبه الكبرى. الغيبه الكبرى يعني ايه؟ قال لك انتهى دور الوساطه بقى وهو مش خارج الا في اخر الزمان. اتفضحت بجلاجل بقت مصيبه. يبقى ايه؟ انتظر ايه؟ يبقى احنا في الغيبه الكبرى، انتظر لما ايه؟ ياتي اخر الزمان. خلي بالك. واحد يقول لي طيب انت بتبطل روايتهم ليه؟ ما بيقولوا زي ما احنا بنقول. لا ركز معايا. اول حاجه هو بيقول ايه؟ الحسن ابن علي العسكري. لو قلنا حتى ان في اسم محمد ده يبقى محمد ابن الحسن ابن علي، وبالتالي يتناقض مع الحديث. بس ادي واحد. ركز معايا. نعم. تعالى بقى. هم استدلوا بحديث النبي سيكون بعدي، اللي ده عندهم طبعا مش عندنا احنا، سيكون بعدي 12 اماما من بعدهم 12 مهديا. 12 مهديا. خلي بالك. ما انا عايز اقف عند حته مهمه قوي. طبعا عشان جايب الكلام ده الغيبه للطوسي صفحه 150 وحال الانوار 36 260 ل 261 وغير دول طبعا كثير. هذه مراجعهم. خلي بالك. انت لما تقول لي كده ورا ال 12 امام 12 مهدي،
اذا المهديه ليست خاصه بمحمد بن الحسن العسكري. نعم. ما انت بتقول هو مهدي واحد، الوقت انت جبت لي 12 12 مهديا. هو فيهم ودايما الحرامي يترك بصمات تبين انه لص. خلي بالك. النقطه الثانيه، الروايه الثانيه بيقول لك ايه؟ انا بنسبه للنبي طبعا، انا و12 من ولدي وانت يا علي، يبقوا كام؟ 13. خلي ايوه ركز معايا عشان المشاهدين يعيشوا معايا الدين. نعم. انا و12 من ولدي وانت يا علي، خلي بالك زار الارض يعني اوتادها وجبالها. طيب ده فين؟ في الكافل الكليني 1534 وعندي غيره طبعا. انا عندي كده كم مهدي يا شيخ محمد وكم امام؟ كم امام؟ بلاش مهدي، كم امام؟ انا الحين اتحدث عن 13 قبلها 12. لا هنا 13. نعم. في الاصل بيقول 12. نعم. هنا بقى العدد معاك كام؟ 13. لان علي اصلهم نعم. وكبيرهم. يبقى انت بتدجل لي، يبقى نعم. خرجت محمد بن الحسن العسكري. نعم. يبقى مش هو، يبقى انت بتتكلم عن مين؟ خلي بالك. عندهم برضه روايه عن المهدي، اللهم صل على محمد، خلي بالك من دي جدا، وعلى ولاة عهده والائمه من بعده. خلي بالك من الحته دي. لما يقول لي وعلى ولاة عهده، له ولي عهد وليه ولي عهد وليه ولي عهد الى اخره. نعم. اذا ليس واحدا وليس 12. يبقوا كم امام؟ ما تعدش. نعم. يبقى دخلنا في الدجل ولا ما دخلناش؟ نعم. طيب خد اخطر حاجه بقى. المسكين الحسن بن علي العسكري ما خلفش، ما عندوش عيال. انت جبت الولد ده منين؟ الحسن بن علي العسكري يا استاذ محمد لما توفى، اللي هو الامام الحادي عشر عندهم، الامام الحادي عشر عند القوم. نعم. لما توفي بمراجع الشيعة ولم يكن له ولد. لم يكن له ولد بمراجعهم هم. لم يكن له ايه؟ ولد. خلي بالك من دي. قال لك ايه؟ لما مات طبعا امير المؤمنين جه وجاب الامراء وجاب كيت وجاب الاعيان، لان موضوع كبير، وقال لهم عنده اولاد؟ ما فيش اولاد. قال طب بصوا بقى لبطون النساء وام الاولاد اللي هم الجواري. نعم. لا تكون واحده حامل، لا تكون واحده معايل، ما فيش. طب شوفوا كده واحده حامل، قالوا ربما واحده هي جاريه. قالوا خلاص امكثوا معاها وتشوفوا. اتضح ان ما فيش حمل على الاطلاق. اتضح ان ما فيش حمل على الاطلاق. يبقى هنا لا في اولاد ولا حمل. ولذلك قسم ميراثه. لو كان هنا في حمل يا عم الشيخ كان محمد حجب. ايوه. خلي بالك من الحته دي. نعم دكتور. ركز بقى. لم يجدوا واحده حاملا او ذات ولد. خلي بالك المراجع ايه؟ واحد يقول لي كل انت بتفتري عليهم. الغيبه للطوسي 74، ايضا الارشاد المفيد 345، اعلام الورى الفضل الطبراسي 380. خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. مش كده وبس، وغيرهم الكثير. يعني مراجعهم اللي بتقول الكلام. انا انتهيت هنا عند حاجه يا استاذ محمد. طيب. الرجل ليس له ولد. ايوه. ولم يترك نساء في حالة حمل. انا هركز بقى. وقسم ميراث الرجل. ان الحسن بن علي العسكري حتى لو قالوا محمد يبقى اسمه محمد بن الحسن بن علي. وانا عندي المهدي اسمه محمد بن عبد الله. يبقى ده كلام فارغ. طيب الحسن بن علي العسكري ما انجبش على الاطلاق لا من امراه ولا من ام ولد. ما عندوش. تقسيم ميراثه. نعم. طيب حتى اللي شكوا فيها انه ممكن تكون جاريه كيت، اتضح ان ما فيش على الاطلاق، وقسم الميراث على الملأ. نعم. يبقى هنا بشهاده كتب الشيعه الرجل ليس له ولد. جبت لي محمد ده منين؟ ودخلته السرداب ازاي؟ ومقعده لي فين؟ لغايه الان لا اكل ولا شرب. عارف عمل زي ايه؟ ان واحد كان الحاج يعني من جهه معينه يقول لك ايه؟ طلع على القمر وبعدين شوحوه من فوق فمات. فبقولوا له يعني ده مات. قال لهم طبعا مش عايزين يموت، ده مات من الجوع. شوفوا خد كم يوم عم نزل. عم نزل. من الجوع يعني من الجوع. فهنا انت اللي المهدي قاعد وكيت. طب اتضح ما فيش مهدي. ما فيش اسم مين ده على الاطلاق. وان كان المهدي دكتور هل هو 12 ام 13 ام له ولاة عهد؟ نعم. انا تعمدت اجيب التأصيل ده وبسرعه جدا لسبب، والمقارنه بين الاثنين على اساس الناس تفهم. اذا يا جماعه بالنسبه لمهدي الشيعه تعالوا نقفل كده غطا ونقول مش حاجه اسمها مهدي عند الشيعه على الاطلاق. ليه؟ لان بيتكلموا عن ارهابي يجي في اخر الزمان هيذبح العرب بس ويقف مع اليهود ويهدم الحرمين الى اخر هذه الامور. يبقى دي عمليه ارهابيه مش مهدي ولا غيره. نعم. اما اللي عند السنه المهدي اللي احنا بننتظره حقيقه فيما ورد في الصحيح، يعني في الاحاديث الصحيحه، هو الذي ذكرته انا حرفيا، الاسم والصفه. نعم. ومن ذريه مين وكل شيء تم تأصيله دكتور حقيقة، وامتى هيجي والظروف اللي هيجي فيها ومن اي. ايوه. وفي اي ظروف وعند خلاف كذا. نعم. عندي حد ابدا. انا تعمدت معاك دلوقتي ان اللي يبحث في هذا رغم قصر المده ما يلاقي ذره تفوت في هذا المجال. تحياتي اليك دكتور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد.
ردا يا جماعة على الذين أنكروا ظهور المهدي وزعموا أنه خرافة، حيث استدلوا على ذلك بأمرين كما زعموا. الأول قالوا أن الشيعة لهم مهدي وأن السنة لهم مهدي. الثاني قالوا أن أحاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم. قلت بإذن الله جل وعلا الحقيقة أن كل الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي كثيرة، مرة ثانية كثيرة، وهي تفيد التواتر والعلم القطعي والإيمان الاعتقادي كما هو مدون في كتب العقائد. وبالنسبة لورود وذكر المهدي في الصحيحين فهو ثابت يا جماعة. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، الشاهد وإمامكم منكم، هذا هو الشاهد. الحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 3449، وفي مسلم يعني في صحيح مسلم برقم 155، وفي صحيح مسلم أيضا برقم 156 عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. الشاهد: فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. والذي يضحك ويبكي في آن واحد أن الكثير من هؤلاء طعنوا في البخاري وفي شيوخه، والآن يقولون إنه لا يوجد له ذكر في البخاري. أمر مضحك مبكي. وقلت بإذن الله جل وعلا حتى يكون الأمر واضحا إنني أرد على الدكتور عدنان إبراهيم، على الدكتور محمد هداية، على مجموعة أيضا معروفة بانتمائها لجهة ما، أرد عليهم جميعا بكل أدب واحترام. وحسبي أن أرد على النقطة الثانية بقوة، ألا وهي أنهم قالوا يعني أن الشيعة يقولون أن لهم مهدي والسنة بيقولوا أن لهم مهدي، وهذه يعني تبين بقى أن الأمر ده خرافة. اسمعوا وعوا واحكموا بإذن الله.